عالية حالتها في خطر. هل هتنجو؟ ولا الحب خلاها تنهي حياتها بإيدها؟ المفاجأة الكبيرة اللي هتحصل في آخر الحلقة هتغير كل حاجة. تخيلوا جيهان لما يشوف عالية جوا غرفة العمليات بتضحي بحياتها علشانه. اللحظة دي هتكون صدمة للجميع، خصوصاً لما بوران يفوق من الغيبوبة فجأة. ومن هنا كل حاجة هتتغير، الأسرار، الانتقام، والمشاعر القديمة كلها هتطلع للنور. بس المرة دي شكل اللعبة هيكون مختلف تماماً. هل جيهان هيقدر يضحي بعالية تاني زي ما ضحى بحياته قبل كده علشان بوران؟ ولا المرة دي هيتمسك بيها ويواجه الكل بحبه ليها؟ وفي نفس الوقت أجمل ناوي على خطة خطيرة جداً، خطة ممكن تنهي حياة والد حمادة. لكن اللي هيدفع الثمن للأسف هيكون شاهين. بس يا ترى إيه اللي هيحصل لما أجمل يعرف إن بوران لسه عايش وإن كل أسراره هو ونديم انكشفت؟ تابعوا معايا للنهاية علشان تعرفوا إيه مصير عالية بعد العملية وإيه رد فعل جيهان. ويلا نبدأ. قبل ما نبدأ عندكم دقيقة، لو لسه مش مشتركين في القناة يلا اشتركوا دلوقتي وفعلوا الجرس علشان ما يفوتكمش كل جديد، واعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. الفيديو النهاردة مليان أحداث مش هتصدقوها، أسرار هتتكشف وتطورات هتخليكم في حالة صدمة. تابعوا التحليل معانا للنهاية علشان ما يفوتكمش أي تفاصيل، واكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، عايزين نسمع أفكاركم. يلا بينا نبدأ. المرة دي جيهان عاجز يشرح لعالية السبب اللي خليه يضطر يدخل العملية علشان ينقذ بوران من الموت. بس عالية كانت مصممة إن العملية دي خطر على حياته، خصوصاً بسبب حالته المرضية. رغم كده كأن الإصرار ده طالع من خوفه أكتر من شجاعته. كل لحظة بيحس إنه بيتحاصر أكتر وأكتر. ومع احتدام الخلاف بينه وبين عالية الأمور بدأت تخرج عن السيطرة. ولما صداقات صممت هي كمان إن جيهان يدخل العملية وينقذ بوران، عالية حست إن خلاص وجودها بقى ملوش معنى. ساعتها خدت قرارها الصعب، غادرت القصر وهي مش عارفة إذا كانت بتبعد عن الألم ولا عن حبها اللي خلاص بقى بيكسرها أكتر ما بيقويها. عاليان اضطرت تغادر القصر ومعها ابنها دينيز. راحت على المزرعة علشان تبعد وتعيش هناك شوية، وفي نفس الوقت كانت بتحاول تبعد دينيز عن القصر، خصوصاً في اللحظة اللي هيتم فيها نقل بوران للمستشفى علشان دينيز ما يشوفش والده في الحالة دي. لكن وهي غارقة في الحزن والزعل من جيهان، اتصدمت لما شافته جاي المزرعة، جاي يقضي وقت بسيط معاهم، وفي نفس الوقت كان جاي يودعهم قبل ما يدخل العملية. اللحظة دي كانت صعبة جداً على عالية. كانت عارفة إنها لحظة الوداع، اللحظة اللي ممكن بعدها تخسر كل حاجة. خليكم معايا للنهاية علشان تعرفوا المفاجأة الكبيرة اللي هتحصل بين عالية وجيهان، ولازم تشوفوا النهاية اللي محدش كان متوقعها. أما أجمل وديمير مش عارفين أصلاً إن جيهان بيمر بأصعب اختبار في حياته، وفي الوقت اللي هو بيصارع فيه بين الحياة والموت الاتنين دول قاعدين يخططوا للانتقام منه. الواضح إن أجمل هيكشف لديمير ونديم السر الكبير، وهيقولهم إن السبب الحقيقي لخطف زيرين كان والد حمادة. وده هيكون أكبر صدمة، لأن الحقيقة إن والد حمادة هو اللي ناوي على الشر، وناوي يفضح أجمل وديمير ويكشف لجيهان كل أسرارهم القذرة وكل اللي عملوه في الخفاء، خصوصاً في موضوع الانتقام من بوران. ومن هنا أجمل بياخد قراره السريع، لازم يتخلص من والد حمادة قبل ما الكلام ده يطلع للنور. يبدأوا يدوروا عليه ويخططوا ينهوا عليه في أسرع وقت، لكنهم مش عارفين إن اللي مستنيهم في الطريق هيكون أخطر بكتير مما يتخيلوه. وأغلب الظن إنهم هيحطوا خطة كبيرة على رأسها شاهين، اللي للأسف هيكون جزء من اللعبة من غير ما يعرف. ومع تحرك أجمل وديمير اللي أعماهم الحقد، هيجروا شاهين معاهم في فخ قاتل، فخ ممكن يهدد حياته في الحلقات الجاية. أما زيرين فحياتها بعد الخطف ما بقتش زي الأول، بقت تشوف كوابيس كل ليلة، كوابيس بتفكرها باللي عشته والخوف اللي لسه جواها. وفي وسط كل ده هنشوف ديمير وهو بيحاول يطبطب عليها، يحضنها ويطمنها إنه معاها ومش هيسيبها تاني. لكن المشكلة إن زيرين مش قادرة تنسى كايا. رغم كل اللي حصل قلبها ولسه عقلها متعلقين بيه. أما ديمير فمشاعره بقت واضحة جداً،
حبها بان في كل تصرف بيعمله، وبيبان قد إيه مستعد يضحي بنفسه علشانها. ومع مرور الوقت زيرين هتبدأ تستسلم للواقع، وهتلاقي نفسها بتقع في حب ديمير من غير ما تحس، الحب اللي كله تضحية ووجع، بس في نفس الوقت مليان دفء وحنان، لدرجة إن زيرين هتفكر لأول مرة إنها ممكن فعلاً تبني حياة جديدة معاه، وتبدأ عائلة يعيشوا فيها بسلام بعيد عن الخوف والكوابيس. وننتقل دلوقتي لكايا. تفتكروا هل هيقدر فعلاً يضحي بحب زيرين؟ ولا لسه قلبه مش قادر ينساها مهما حاول؟ إبيك بتحاول بكل الطرق تقرب منه، كل مرة تلاقيه بيبعد عنها خطوة، وفي اللحظة اللي تفتكر فيها إنه بدأ يميل ليها تكتشف إنه رجع يتراجع تاني، لأن ببساطة زيرين لسه عايشة جواه، لسه في قلبه وعقله مهما حاول يهرب من الإحساس ده. لكنه رغم كل ده مش بيتراجع عن قراره إنه يفضل قريب من إبيك، يمكن يحاول يلاقي راحته أو يمكن ينسى وجعه القديم. إبيك عارفة إن كايا بيحب زيرين، بس برضه بتحاول تخليه يحبها، بتحاول تكون هي الراحة اللي قلبه بيدور عليها. هل يا ترى كايا هيقدر فعلاً يتخطى حب زيرين؟ ولا هتفضل هي الساكنة في قلبه مهما حصل؟ ده اللي هنكتشفه في الحلقات الجاية. أما عن شيهان في الوقت ده بيكون ممزق بين صوته الداخلي وبين عليا، بس رغم كل التردد اللي جواه ما بيرجعش عن قراره، بيقرر يدخل العملية لإنقاذ بوران، لكن مع كل لحظة بيحس إن عليا بتبعد عنه أكتر وأكتر. عليا مش بتزور شيهان قبل دخوله غرفة العمليات، رغم إن الكل عارف إن العملية دي خطر جداً عليه، وده بيكسر قلب شيهان، لأنه كان نفسه تكون جنبه تطمنه بكلمة أو حتى بنظرة، لكن بدل الطمأنينة حس إنها خلاص بعدت عنه. فدخل غرفة العمليات وهو حاسس بالخذلان والوجع. بس المفاجأة الكبيرة إن عليا في الوقت ده كانت بتتعاون مع صداقات، لكن المرة دي مش ضد شيهان، لأ، من أجله. عليا كانت مقررة تتبرع بكليتها لبوران بدل شيهان، لأنها عارفة لو قالوا له عمره ما هيوافق. فاتفقت مع الدكتور ومع صداقات إنهم يخدروا شيهان قبل ما يعرف الحقيقة. وفي لحظة هدوء داخل غرفة العمليات، عالية وقفت قدام شيهان وهو نايم تحت تأثير المخدر، قربت منه ولمست إيده وقالت له بهدوء: المرة دي أنا اللي هضحي من أجلك ومن أجل حبنا، حتى لو بوران فاق، أنا مستحيل أستغنى عنك ولا عن حبنا. وبدموعها اللي نازلة بصمت ودعت وراحت تستعد للعملية وهي حاسة إنها يمكن المرة الأخيرة اللي تشوفه فيها. أما شيهان فلما فاق واتصدم بالحقيقة اتقلب غضب وحزن، ما استوعبش إزاي عليا خبت عنه كده، وزعل من صداقات اللي سمحت باللي حصل. وفي اللحظات دي هنشوف مشاهد مؤثرة جداً، شيهان منهار، الدموع في عينيه، الخوف مالي على عليا اللي حالتها بقت في خطر بعد العملية. هل عليا هتنجو المرة دي؟ ولا التضحية دي هتكون الثمن الأخير لحبهم؟ وهنا بتنتهي الحلقة على مفاجأة ما حدش كان متوقعها أبداً. بوران بيفوق من الغيبوبة بعد العملية، الكل بيتصدم، لأن مجرد إنه يصحى دي كانت معجزة حقيقية. الفرحة بتختلط بالذهول، والكل بيحاول يفهم إزاي حصل ده، خصوصاً إن في ناس كانت بتتمنى موته زي أجمل وديمير، والمافيا اللي كانت مصممة تخلص عليه بأي تمن. لكن دلوقتي اللعبة كلها هتتغير، الانتقام لسه ما بدأش فعلاً، والمفاجآت اللي جاية عن أسرار بوران هتكون أقوى من أي توقع. استنوني في الحلقات الجاية عشان هنشوف مع بعض التشويق والإثارة اللي لسه ورا الباب. شكراً على متابعتكم، وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.